اسمعني كويس. لو فاكر إن النجاح هيجي لوحده، أحب أقولك أنت غلطان. الدنيا مش هتديك غير اللي بتقاتل عشانه، ومحدش في الدنيا هيحس بقيمتك غير لما أنت نفسك تثبت إنك قدها. في ناس بتصحى الصبح تدور على أعذار، وفي ناس بتصحى تدور على إنجازات. الفرق بينهم إن واحد عايز والتاني بيخطف. أنت لازم تختار هتبقى مين فيهم. قول لنفسك دلوقتي: كفاية تأجيل، كفاية خوف، كفاية إنك مستني اللحظة الصح. مفيش لحظة صح، أنت اللي بتصنع اللحظة. لما الدنيا تضغط عليك، اضغط عليها أكتر. لما الظروف تقفل باب، اكسر الباب. لما تحس إنك وقفت، اجري. ولما تقع، قوم حتى لو رجليك مش شايلة، قوم حتى لو صوتك جواك بيقولك مش قادر. قوم واثبت إنك أقوى من صوت الفشل. الناس مش هتسألك ليه فشلت، لكن هتسألك ليه ما حاولتش تاني. النجاح مش إنك تكسب، النجاح إنك ما تستسلمش ولا لثانية. أنت مش هنا عشان تكون عادي. أنت مش اتخلقت عشان تبقى نسخة مكررة من اللي حواليك. أنت اتخلقت عشان تسيب بصمة ما يتمسحش أثرها. فاسأل نفسك: فين الرجل، الإنسان اللي جواك؟ فين القوة اللي مستخبية؟ إمتى هتقرر إنك تطلعها؟ إمتى هتبطل تبقى متفرج وتبقى لاعب أساسي في حياتك؟ افتح عينيك، الدنيا بتجري بسرعة والوقت مش هيرجع. كل دقيقة بتمر إما بتقربك من حلمك أو بتبعدك عنه. اختار إنك تقرب، اختار إنك تتعب، اختار إنك تنجح، اختار إنك تكون الشخص اللي طول عمرك نفسك تكونه، مش اللي الظروف حاولت تفرضه عليك. والسؤال دلوقتي: إيه الخطوة اللي هتاخدها بعد ما تسمع الكلام ده؟ اكتبها. خليك جريء، خليك واضح، وخليها البداية. بداية جديدة، بداية قوية، بداية أنت اللي صممتها. وأنا بشكركم على المتابعة. استعدوا، اللي جاي أقوى. وفي أمان الله.